بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. في البداية دعواتكم لأهلنا في فلسطين، دعواتكم لأبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللي توفاهم الله، ربنا يجمعنا بهم في جنات النعيم، ودعواتكم لكل مريض بالشفاء العاجل يا رب العالمين. يا ريت كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة، ومنتظر تعليقاتكم على كل الموضوعات اللي هنتكلم عنها بإذن رب العالمين. لكن في البداية خبر سيء لكن كان متوقع ومنتظر من جمهور نادي الزمالك الفاهم الواعي والمطلع على أزمات فريقه وعلى أخطاء وخطايا مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللاعبين السابقين. إيقاف قيد تاسع لنادي الزمالك. الفيفا اتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الموقع اللي بيتم الإعلان من خلاله عن إيقافات القيد، تم الإعلان أمس الأربعاء عن إيقاف قيد جديد أو إيقاف قيد تاسع لنادي الزمالك بتاريخ 14/1. هذا هو القرار، آخر إيقاف، آخر حاجة خالص. الزمالك إيقاف القيد بتاريخ 3 فترات قيد طبعا، 14/1/2026. نادي الزمالك سبورت كلاب، ده إيقاف القيد التاسع. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. قفلوهم بقى ال10 ولا قفلوهم الدست، قريب هيتقفلوا ما تقلقش يا باشا. لكن حتى هذه اللحظة ما احناش عارفين مين، ما الناس كتير، في إبراهيم نضاي، في مشلاك، في أسماء كثيرة، في أندية زي نادي سانت تيان، في نادي زي نادي استريلا البرتغالي بتاع في نادي زي اتحاد طنجة، في نادي زي نادي اللي جاي باسكندرون اللي كان جاي منه اللاعب، ما خدوش مستحقاتهم. دي أندية ولاعبين بقى ما تعد بكرة أو خلال ساعات هيبان مين الإيقاف القيد التاسع والقيمة المالية. بقى لو كان إبراهيم نضاي ده لوحده هيقفل نادي خالص يعني. 3 فترات قيد لنادي الزمالك. طبعا بالنسبة لناصر ماهر اتكلمنا على ان ناصر ماهر خلاص خلص كل حاجة مع بيراميدز، وبيراميدز خلص كل حاجة مع الزمالك عن الانتقال، مع طبعا جون إيدر انتقال ناصر ماهر الى نادي بيراميدز من نادي الزمالك. وكل الزملكاويه بيستغربوا لماذا يتم بيع أعمدة الفريق علشان نصرف على لعيبة مش هتقدم لنا شيء ولا هتجيب بطولات. وزي ما قال أحمد الخضري ان دي كارثة. البعض يردد والله أعلم ان بيع ناصر ماهر لنادي الزمالك ده هيطلع منه نسبة حلوة ل جون إدوارد. لكن في مصدر من نادي الزمالك تاني قال لك والله لا، اصل او مصدر مقرب من جون إدوارد قال لك جون إدوارد ما بياخدش على بيع اللعيبه، جون إدوارد بياخد على اجمالي الايرادات الخاصه بقطاع كره القدم، وقطاع كره القدم في نادي الزمالك بيحقق خسائر، فهو ما بياخدش على بيع لاعب. على الرغم ان كان عمرو جاب الله، تضحكوا على مين؟ عمرو جاب الله كان طالع مع ابراهيم فايق. عمرو جاب الله ده متحدث لجون إدوارد، طلع واتكلم لما الناس اتكلموا على ان جون إدوارد بياخد نسبة على بيع اللاعبين ونسبة على شراء اللاعبين، فقال لك هي بياخد نسبة 10% على بيع اللاعبين، ما بياخدش على شراء اللاعبين. بيبيع لعيبه ياخد شراء. دلوقتي بيقول لك لا، اصل هو مش هياخد نسبه لا على بيع ولا على شراء، ده هو هياخد على اجمالي الارباح او الفائض بتاع الميزانيه في قطاع كل او الفائض في قطاع كل. انتوا بتشتغلوا على مين؟ بتضحكوا على مين يا جماعه الخير؟ في طب هو بياكل طوب يعني هيقعد ما فيه. لكن قال لك البعض بيقول لك ان في قرشينات حلوه، بيع ناصر ماهر تقمنص حلو طلع في القصه يعني. لكن هنيئا ليهم بنادي بجون إدوارد، هنيئا ليهم نادي الزمالك بجون إدوارد، وهنيئا لجون إدوارد بنادي الزمالك. طبعا تعالوا بقى نتكلم عن ما حدث
طبعا بنبارك للمنتخب المغربي الفوز على المنتخب النيجيري بضربات الجزاء، أربع أهداف مقابل لا شيء. وبصراحة نجم المباراة ويستحق رجل المباراة هو الحارس ياسين بونو. ياسين بونو تصدى لتصديات رائعة، تصديات ولا أروع، وبيتحرك بيشغل المهاجمين. لكن المنتخب المغربي فاجئني بصراحة، فاجئني في هذه المباراة، لأن أنا كنت شايف منتخب نيجيريا هو الأفضل على مدى أدائه طوال البطولة. لكن المنتخب المغربي، وأنا قلتها يمكن من الماتش اللي فات، مستواه بيعلى بشكل تدريجي. حتى قبل المباراة ما كنتش متوقع، كنت متوقع مثلا نسبة 60% لنيجيريا 40% للمغرب. والمغرب نزل اول 5 دقايق برضو كان توقعي في محله، نيجيريا ماسكه متراجع شويه. بعد كده بدا يخش في الجيم وبدا يبادر المنتخب النيجيري الهجمات، بل تفوق وسيطر واستحوذ ووصل للمرمى اكتر من مره، وجات فرص سواء دياز او ايوب الكعبي او حتى الزلزولي او حتى صبيري، تسديدات. المباراة وصلت 120 دقيقة. لكن زي ما بقول لحضراتكم، ما يميز المنتخب المغربي انه عنده ثقة حقيقية في نفسه، مش فنجري بق. احنا عندنا انت واحد ما عندوش الامكانيات يطلع لك الكلمة فنجري بق، انت ما انتش، لكن عنده الثقة في لعيبته وعنده الامكانيات وبيلعب عايز هدفه ايه؟ البطولة. مش هدفه انه يلعب تحت الكورة، هدفه البطولة، مش يلعب تحت الكورة ويلعب على الهجمة المرتدة لا، امكانياته وقدراته تسمح له انه يفرض سيطرته او يحاول يبقى ند لمنافس قوي زي المنتخب النيجيري. انا لا اخفي عليكم سرا ان خايف على منتخب مصر من مباراة نيجيريا المقبلة. لو المنتخب النيجيري بالتأكيد هيلعب بالفول تيم، يعني مش عشان المركز الثالث ده برضه فيه تقمنص على حسب الميدالية والفلوس. خدت مركز رابع هتاخد فلوس، خدت ثالث هتاخد فلوس اكتر، يعني جوائز بتاعت الكافية. لكن زي ما بقول لحضراتكم الاداء بتاع المنتخب المغربي شيء رائع. يعني هيلعبوا امام السنغال، لازلت عند رايي ان المنتخب النيجيري افضل من المنتخب السنغالي، فنتمنى بقى كل التوفيق للمنتخب المغربي يحصد اللقب يعني المره الثانيه في تاريخه. اما بالنسبه لمنتخبنا واللي بيحصل مع منتخبنا وفي الاعلام، حسام حسن طبعا والله العظيم الناس دي طبعا في صورة سيئة قوي قوي لإبراهيم حسن بعد اللقاء ساديو ماني. طبعا احتفالاته بالنسبة لنا احتفالات مستفزة يعني، لكن هو بيحتفل مع جمهوره ومع لاعبته بعد المباراة. ساديو ماني رايح يواسي محمد صلاح، شفنا هذا المشهد، الأخ إبراهيم حسن بيزق ساديو ماني، مش عايزين حد منكم يجي الناحية ايه يا عم، فلف وراح سلم وحضن محمد صلاح زميله، مش عايزين مين وبتاع مين طب ما مرموش راح قوم ديالو، عماد ديالو بتاع كوتيفوار اللي بيلعب في مانشستر سيتي يونايتد، وعادي والامور تمام يعني. في حد تريزيجيه كان رايح مش عارف يكلم مين او بتاع، في حد زق. لكن ليه يا عم ابراهيم؟ يعني مش بس ابراهيم حسن اللي انا مستغرب له بصراحه، انا مستغرب كمان للغه بتاعت حسام حسن. اللغة بتاعت حسام حسن غريبة، ولغة إبراهيم حسن بعد المباراة والحديث عن الأجواء في المغرب أغرب. تعالوا نسمع كده إبراهيم حسام حسن بيقول إيه، أي حاجة في أي بتنجان. اسمع يا سيدي. أنا مش هتكلم على الاستاد كله كان عامل إزاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبة بتاعتي. إحنا كنا سعداء إن مصر كبيرة. حسام حسن بيهاجم الجمهور المغربي على تشجيعهم، ما يشجع يا عم، انت مالك انت حاسبهم؟ لا، في ناس ما كانتش عاوزانا قلقانه ان احنا نوصل للنهائي. ما انت مصر كبيره، طب مصر كبيره، احنا بنلعب كوره يا حبيبي، ما احناش داخلين حرب ولا داخلين خناقه. اسمع الكلمتين اسمع كان عامل ازاي، ولا كان في دماغي وقلت اللعيبه بتاعتي. احنا كنا سعداء ان مصر كبيره، مصر قويه، مصر ام العرب وام افريقيا بالتاريخ. الافلام العربي ام الاجنبي. اسمع يا عم، مفيش حد تاريخ زينا، بالبطولات مفيش حد ليه بطولات زينا، بالقوه على العالم كله مصر اقوى من اي حد. هو دي ايه يعني؟ مش فاهم. حرب؟ انت داخل حرب، انت داخل خناقه، انت ايه يا عم؟ ايه يا عمي؟ ايه ده؟
لا في فكر فني ولا في اي حاجه، وهينخرب الدنيا ونبوظ الدنيا. الناس في المغرب استضافونا كمسؤولين وعلى مستوى، لكن مش هنمشي احنا نقول وفي مشجعين على السوشيال ميديا وفي مشجعين في المدرجات بيشجعون، مش هنقول المنتخب الجمهور المغربي كله مجبر انه يشجعني. ولو هو بيشجع المنافس علشان يبعدنا احنا، او هو شايف ان انا صعب عليه مثلا مش عايز يواجهني، هو حر يا اخي. انما اطلع بعد الماتش اقول الناس قلقانه واحنا ام العرب وام افريقيا واحنا بالقوه واحنا بالتاريخ، ايه ده؟ مصر الناس كلها بتغير منها، وعشان كده منتخب مصر كمان في الكوره واخد 7 بطولات. مصر الناس كلها بتغير منه. ايه علاقه ده بالكره والخساره بتاعتك؟ انت هتبوظ الدنيا يا عم الحق. ايه ده؟ عملنا مشكله قبل كده في 2010 مع الجزائر، هتعمل لنا مشكله اليومين دول مع المغرب؟ مش عارف بصراحه. في غيره من كانوا مالين الملعب دول، والماتش اللي فات وماتش بنين كان في ناس ليها نصيب، ليها دور كبير ان احنا ما نوصلش. فانا قلت لعيبتي انت عارف معنى كده ان ايه؟ انت بعبع افريقيا. بعبع إيه؟ خلينا بقى قاعدين ساكتين، بلا بعبع بلا بتاع يا عم حسين. بعبع افريقيا انت المره اللي فاتت لما دخلت وكلمت وشاورت الجمهور اللي قلنا ما ينفعش. بعدها في المؤتمر الصحفي صلحت، احنا بنحب المغرب والمغرب بتشجعنا، واحنا شجعنا المغرب واحنا في بطوله مش عارف ايه، واحنا لما كنا في كاس قلنا. انما بقى عشان خسرنا هنرجع المغاربه وكانوا عاملين ازاي؟ كل واحد من حقه يشجع اللي يشجعني، انا مش هفرض على حد يشجعني. انت بعبع افريقيا. انت احنا الاسود، احنا الفراعنه اسود افريقيا واسود العرب في كل المجالات. فانا فخور ببلدي وفخور بالسبع نجوم اللي هنا. احنا في 7 ستار. يس 7 ستار. يس 7 ستار. ده المنطق والفكر بتاع المدير الفني اللي بيقود منتخب مصر، وهيقود منتخب مصر لحد كاس العالم. مش هيقود لانه الاحسن، لا والله، هيقود علشان الكل في المنظومه الرياضيه يريح دماغه، يشتري دماغه، مش عاوزين دوشه. هسمعك كلمتين دلوقتي ونتكلم عن موضوع كل واحد يشتري دماغه ده ازاي او تفسيرها ايه. شوف يا سيدي، اسمع مهيب عبد الهادي، ده شيء كانه شيء حسام حسن كده يعني. وبعدين كله اعلامي من مصلحته ان حد يبقى موجود في المنتخب عشان نوصل للمعلومه، نتكلم، نعمل، ناخد خبطات صحف، كله المصلحه. اسمع يا سيدي. عندنا مشاكل، باك الشمال اتصاب. عايز اقول لكم ان فتوح، المعلومه عندي من امبارح ان فتوح عنده شد في العضله الخلفيه وما كانش هيبدا الماتش، واللي كان هيبدا تريزيجيه، لكن لعب وتحامل على نفسه. اللعيبه دي رجاله، كنا رجاله، وقفنا وقفه رجاله يا عم محمد ابو سويلم. المعلومه اللي بيقولها مهيب دي صح، وطلع احمد فتوح علشان مصاب، واحمد فتوح ما ظهرش في الماتش. فتلاقي بعض الاراء والناس الخبراء تكتيك حسام حسن. ده راجل، ده فنان، الراجل ده عنده فنيات عاليه، ده سحب فتوح عشان مش عارف يأدي دوره، فنزل تريزيجيه عشان تريزيجيه يفتح مساحه لمرموش ويفتح مساحه للوحوش ويعمل مش عارف، ولا اي بتنجان ولا حسام حسن في دماغه. الراجل طلع تريزيجيه. طب مين اللي يلعب؟ محمد حمدي مصاب. طب مين اللي يلعب مكان فتوح في المركز؟ تريزيجيه. يعني عنده روح، عنده حماس، عنده لا في فنيات ولا في عباسيات. اسمع يا سيدي، كمل الاخ مهيب بيقول لك ايه. اوعوا توقعوهم، اوعوا توقعوا الجيل دوت. الجيل ده خلاص بيفنش، نهايته كاس العالم. طب ما نوقع ايه بقى؟ ما نشوف يوقعونا في كاس العالم برضه؟ الجيل ده بيفنش، يوقعونا في كاس العالم برضه مع المدير الفني يعني؟ نسقف له ونقول له شكرا ونبني عليهم. دول نبني على مين؟ هيسلموا مش عايزين انفعالات وشعارات وكلام بقى ايه اللي هو الكلام التجاري زي ما عملنا مع جيل ابو تريكه. فاحنا عندنا ناس اجتهدت، تعبت، موتت نفسها. اي كلام في الخرنتيش يا عم الحاج، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ايه بقى قصة كله بيشتري دماغه؟ هنا بريدة بيشتري دماغه، وزير بيشتري دماغه،
الاعلاميين بيشتروا دماغهم، كل ده على حساب الكره المصريه ومنظومه الكره المصريه. ليه يا سيدي؟ شوف وزير الشباب والرياضه، لنا ولا انت كان لنا قرار ان حسام حسن يجي. بعض المسؤولين قرروا ان حسام حسن يجي يمسك مدير فني توفيرا للتقمنص الدولار. انا اجيب مدير فني اجنبي هتعامل معاه ده، وحسام حسن محلي هيشتغل بالجنيه المصري ومشي امورك يعني. ده بالنسبه للمسؤولين عن الرياضه في مصر، وزير الشباب والرياضه وغيره. طب بالنسبه لهنا ابو ريد، انا جيت لقيت الوضع قائم على كده يا معلم، مش انتوا، انا جيت لقيت حسام موجود. العب في العدادات ويقول لا يا مش انتوا مرتاحين كوزير شباب ورياضه ومسؤولين انه طب انا لو جبت حد تاني هصدعوني، وانت اللي عملت وانت اللي بوظت وانت لا. ده حسام حسن موجود، يشيل الشيله، او هتدافعوا عنه لو انتوا اعلام بتحبوه، او هو له ظهر في الاعلام حسام حسن وطريقته ناس بتخاف تتكلم عنه او مش بتحب تتكلم عنه، فله ظهر. فانا لو شلته الاعلام هياكل ابو ريد، هياكلني. فلو هو فضل حسام حسن برضه هو اللي هيشيل الليله، مش انا متضايق. هو حسام حسن بتصريحاته اللي سمعتوها من شويه والكلام اللي هتسمعوه مني في تصريحات عن ابراهيم حسن، هو كده ابو ريده مستخبي متضايق، مالوش دعوه. انا مالي بالقصه، لا ليه علاقه بحسام بقى. انت هاجم حسام زي ما احنا بنتكلم، ده مدير فني، ده مش عارف ايه، ابو حد جاب سيره ابو ريده ولا ابو ريده. حسام حسن المفروض ما يكملش ما يعملش وبتاع. فابو ريده متداري شاري دماغي. حسام حسن موجود يشيل الشيله بتاعت افريقيا، ولو حد يتكلم كمان وزير موجود يشيل معاه حسام الشيله، لان انا جيت لقيت الوضع قائم والوزير يقول لك عاوزين مدير فني محلي والكلام ده. الاعلام بقى زي ما قلت لحضراتكم، الاعلام فيه ناس قريبه بحسام حسن او لهم علاقه بحسام حسن مش عاوزين، ولهم مصالح مع حسام حسن. يعني لهم مصالح مع حسام حسن، مش مصالح مثلا حاجه لا، اللي ابنه موجود في الاعلام في المنتخب، واللي قريبه موجود في واللي صاحبه موجود في المنتخب، واللي حسام نفسه اصحابه في الاعلام نقدر نتواصل معاه ناخد معلومه بتاع، كل ده اشتري دماغي. لكن لو حسبتها ورقه وقلم وفنيات وكوره، حسام حسن ما يقعدش. انا بتفرج على بعض البرامج النهارده، اعتبروا ان وصول منتخب مصر والاداء اللي ادائناه امام السنغال اعتبروه نجاح. امال كارلوس كروش اللي وصل للنهائي وطلعنا بضربات الجزاء ده نقول عليه ايه؟ منتخب مصر اللي واخد بطوله 3 مرات 6 و8 و10، حسن شحاته، نقول على اللي عمل حسن شحاته ايه لما ده نجاح يا راجل. ده بقول لك انت لو بصيت للاحصائيات بتاعه المباراه تنكسف. احصائيات بتاعه المباراه تنكسف. تخيل الشوط الاول مفيش فرصه على المرمى تسديدات، تخيل الشوط مفيش كورنر، مفيش اي حاجه خالص. تخيل الشوط الاول التمريرات بتاعتك الصحيحه تقريبا 74 مقابل 200 وحاجه للمنتخب. تخيل، انت متخيل يا عم الحاج؟ بص راجع كده للمواقع بتاعت الاحصائيات، شوف كده الشوط الاول والشوط الاجمالي، مفيش حاجه. ففي النهايه نطلع بده كله ايه؟ بعد الخساره اضرب بوليكا وهاجم الجمهور المغربي وانتقد الجمهور المغربي. وابراهيم حسن بعد ما كان شفنا الناس في الفندق في اكادير كانوا عاملين ازاي ومحترمين ومهذبين وعملوا ممر شرفي يشكروا عليه كتر خيرهم. ابراهيم حسن طالع يقول لك كنا قاعدين في بنسيون مش فندق، وهنسافر كازابلانكا بكره دلوقتي بقى بنسيون مش فندق. وكنت بتشكر حلو قوي في الجمهور المغربي، وتشكر في طول ما احنا قاعدين ومكملين، والمعامله والاداء والحوار ليه يا جدعان؟ حسام حسن نفسه بعد المباراه بيشاور للجمهور المغربي اللي حضر في المباراه، قال لك 7 مقابل 1. ايه بقى 7 مقابل؟ يعني المنتخب المغربي عنده بطوله واحده واحنا عندنا 7. انت بتعمل ازمه مع مصر والمغرب ليه؟ مع الجمهور المغربي والجمهور انا كنت سعيد النهارده واحنا بنتفرج على المباراه بتاعت مصر على القناه الجزائريه، والمعلق الجزائري بيتكلم عن مصر احلى كلام. جمال بالعمري لاعب المنتخب المغربي السابق يتكلم عن مصر اجمل كلام. انت وابراهيم حسن وحسام حسن انتوا عايزين ايه؟ توصلوا ليه؟ تشاوروا كده ليه؟ تشاوروا بالطريقه دي؟ كمان قصه التحكيم، شفنا لاعب النادي الاهلي مروان عطيه الحكم عمل ايه؟ هل كان لنا ضربه جزاء وحكم ما حسبهاش؟ هل كان لنا ضربه جزاء؟ يمكن الانذار بتاع حسام عبد كان الحكم مستعجل فيه شويه مثلا، لكن الحكم انا شايف احنا ادائنا يا جدع، احنا ما لعبناش كوره، احنا ما لعبش كوره.
هتلاقي احمد موسى طلع وقال لك احمد موسى طلع جايبين لنا حكم علشان يخرجونا زي ما خرجوا الجزائر. الموضوع واضح بدليل تشجيع المغاربه للسنغال. بيقول ايه بدليل يعني ايه علاقه برضو احمد موسى ليه يا جماعه انتوا يعني؟ هل انت كاعلامي عاوز تسوق العلاقه بيننا وبين مصر والمغرب؟ ليه الموضوع واضح ودليل تشجيع المغاربه للسنغال. ما يشجعوا اللي هم عايزين يشجعوه يا عم. لا تقول السنغال غير صحيح ومفيش فار، ترتيبات واضحه لعدم صعود مصر، وانت لعبت يا عمي، لا اديت بطوله ولا اديت يا جدع اسكت. والغريب بالنسبه لي مروان عطيه بعد الماتش رايح ناحيه الحكم يعملوا فلوس رشوه يا ابني، احنا عملنا حاجه؟ رشوه يابا، ما تستأدي وبعدين تتكلم في رشوه وبعدين نشوف القصه بتاعت الرشوه ولا العشوه ولا اي حاجه. يا جماعه انا بقول كلام غلط يعني؟ احنا لعبنا وانا بكذب عليكم؟ احنا لعبنا وظالمين حسام حسن؟ عملنا مباراه وظالمين يا جماعه؟ ايه يا جدعان؟ حسام حسن برضه المباراه مش عادل، واحنا ما حصلناش على راحه زي السنغال ما حصل على راحه. وانتقلنا لبلد تانية وحصلنا على يومين بس قبل المباراه بعكس السنغال، واللعيبه قدموا مباراه قويه وانا مسؤول عن كل الاخطاء اللي حدثت. ولك الى يوم الدين بقى لن يحصل اي منتخب اخر على 7 بطولات افريقيه، 10 تغييرات واصابات وفار، والحكم احتسب 5 دقائق فقط. كان في ناس قلقانه ان مصر توصل، ناس ايه وبتاع ايه يا عم؟ قال لك اتمنى ان الفيفا يتدخل في البطولات الكبرى زي افريقيا، واتكلم قال لك انا ما بدورش على اعذار وما بتحججش، ما فيش عداله في افريقيا، في بعض الاخطاء التحكيميه في المباراه. اخطاء ايه يا عم؟ اخطاء ايه؟ كلام عن محمد صلاح واعتزال محمد صلاح. في بعض الاخبار والاشاعات طلعت ان محمد صلاح هيعتزل، ما فيش اي كلام، ومحمد صلاح لم يصرح باي شيء. محمد صلاح عايز يكسر ارقام حسام حسن، لسه قدامه اعتزال ايه يا عم؟ ما فيش الكلام ده يعني. فالمهم ان مصدر اتحاد الكوره طلع زي ما قلت لحضرتك بيشتري دماغه، كله بيشتري دماغه. والاعلام دلوقتي بيتكلم زي ما سمعت مهيب وغيره وبتاع، ما حدش قادر يقول ان حسام حسن يمشي، ما حدش قادر. كروش مشي ووصلنا للنهائي، الكوكتر كوبر وصلنا للنهائي ورحنا كاس العالم وبرضه مشي. قال لك احنا خلاص زي ما نكون احنا ادمنا الفشل يا جماعه، احنا اتعودنا على الفشل الفتره الاخيره، ادمنا الفشل. ففشل محلي بقى ونوفر الجرشينات وحد يرجع يكلم التطور، عايزين الكره المصريه يبقى قابلني يا عمي. والله الواحد زهق وقرف من الحديث عن الكلام ده. قولوا لي لعبنا في البطوله ب3 تعريفه، في لعيبه، في حد طلع قدمنا لاعب، قدمنا اي حاجه، قدمنا فكره، قدمنا خطه، قدمنا اي حاجه يعني. قال لك المصدر اتحاد الكوره بقى قال لك حسام حسن مكمل معانا ومباراه السنغال مش هتاثر، وهو مكمل معانا ومستمر لكاس العالم يعني. بالنسبه لوائل جمعه، وائل جمعه بينتقد محمد الشناوي. محمد الشناوي ماله ومال الهدف؟ كره صاروخ ومفاجاه ومباغته وقدام محمد الشناوي، والكره خبطه في لاعب ورايحه لساديو ماني ولا الحكم ولا خبطت في الحكم وراحت لساديو، وساديو ماني شاط وكانت قدام الشناوي 2 لعيبه. وائل جمعه قال لك لما كنا بنلعب ومعانا الحضري كان بيوصل له 3 كور زي بتاعه السنغال، وكان بيشيل ال3 في المباراه. لما توصل لمرحله زي دي من البطولات انت محتاج حارس مرمى بيعرف يتعامل بشكل كويس. لما تلاقي لنا حكم احسن من الشناوي يبقى دلينا عليه يا كابتن وائل. النهارده ان شاء الله الساعه 5 مباراه مصر النادي الاهلي وطلائع الجيش في كاس عاصمه مصر. القائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي: حمزه علاء، حازم جمال، ياسين مرعي، احمد رمضان بيكهام، محمد علي بن رمضان، جراديشار، احمد عبد القادر، محمد شكري، حسين الشحات، اشرف داري، احمد عبدين، محمد زعلوك، محمد عبد الله، حمزه عبد الكريم، ابراهيم كاظم، ومهند الشامي، ومحمد رأفت، ابراهيم عادل، عمر معوض، ابراهيم الاسيوطي. في مفاجاه زي مفاجاه النادي الاهلي والمصريه للاتصالات: نادي ريال مدريد بيودع كاس الملك بعد الخساره 3-2 من فريق الباسيتي احد فرق الدرجه الثانيه في اسبانيا. مش الاهلي بس، ريال مدريد كمان يعني. يبدو ان الكبار اتكلمت عن خروج برضو باريس سان جيرمان امبارح من فرقه باريس اف سي درجه ثانيه ولا درجه ثالثه كمان يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته. استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. شكرا على حسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.